السلام عليكم. كأس العالم في قطر والحملة الشرسة اللي كيتعرض لها من الدول الغربية، اللي عمر شي مونديال تعرض فيه شي دولة لهذه الحملة هذه. سياسيين، فنانين ورياضيين كيطالبوا منتخباتهم بالمقاطعة هذا المونديال. وفي مدينة باريس قرروا باش يلغيو الشاشات العملاقة اللي كتكون في الساحات الكبرى كيفما في أي مونديال. منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. علاش هاد الضجة كلها على قطر؟ نجاوبكم بعد الانترو. في 2010 فازت قطر بشرف تنظيم كأس العالم، ومباشرة بدات حملة غربية مسعورة. حتى واحد من الدول الغربية ما فرح ليهم. مني سولوهم علاش، قال لك اسيدي عندهم الحرارة. جاوبتهم قطر غادي نديروا مكيفات في الملاعب وفي الشوارع. المكيفات هذا مكيفات على كامل الطريق ما شاء الله، وهذا ما يجعل الشارع هذا رغم درجة الحرارة مرة أخرى في دولة قطر 45 درجة، لكن درجة الحرارة في الشارع هذا بالتحديد ممكن 23 درجة. يميزوا باستخدام تقنية تبريد عصرية مبتكرة حديثة وستكون صديقة للبيئة. قال لك قطر دولة صغيرة بحجم مدينة صغيرة في أوروبا، كيفاش غادا تستقبل هذا العدد ديال الناس؟ بنات قطر بنيات تحتية خيالية، فنادق، طرقات، ملاعب، مستشفيات، مواصلات بمواصفات الدولية. قال لك تاني قطر ما كتحترمش حقوق العمال الأجانب وكيتخلصوا مبالغ قليلة بالمقارنة مع دول أخرى. ردات عليهم قطر ودارت حد الأدنى للأجور. خاصكم تعرفوا الدولة اللي كتقود هذه الحملة الشرسة على قطر شكون هي؟ فرنسا، اللي معظم مدن فرنسية قررت باش تمنع عرض المونديال في شاشات كبيرة في الشوارع كيف ما أي مونديال. العملاقة في الشوارع وأجواء المونديال الخاصة. سيحرم عشاق كرة القدم في فرنسا من هذه المشاهد. عدة مدن ستمتنع عن عرض مباريات العرس الكروي في قطر، وهذا هو السبب. هذا الحدث الرياضي لا يتوافق مع القيم التي نروج لها. لا يمكننا فرض الرصانة في استهلاك الطاقة على المواطنين وعرض هذه البطولة. مدينة ليل صوتوا على عدم بث مباريات كأس العالم في التلفازة. وعمدة البيئة في مدينة بوردو قال إن عرض كأس العالم وإنشاء مناطق للمشجعين سيجعل المدينة شريكا في هذا الحدث الرياضي الذي يمثل جميع الانحرافات الإنسانية والبيئية والرياضية. وجاهم الرد من عند رئيس الفيفا إنفانتينو. سمعنا العديد من الدروس الأخلاقية من الأوروبيين ومن دول غربية. أنا مواطن أوروبي، وأعتقد ما قمنا به كأوروبيين على مدار 3000 سنة يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3000 سنة المقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق. كم عدد الشركات الغربية والأوروبية التي تكسب مئات الملايين هناك في قطر؟ هل تحدثت أي منها عن حقوق العمال؟ هل حقا يكترثون لظروف العمال؟ لا أحد يكترث، لكن الفيفا تكترث. ولأكون منصفا، قطر أيضا تكترث. أنا لست هنا كي أدافع عن قطر، هم يمكنهم الدفاع عن أنفسهم. أنا هنا كي أدافع عن كرة القدم والعدالة. في أوروبا نغلق حدودنا، والذين وصلوا إلى أوروبا وصلوا في ظروف صعبة، بعضهم توفي في الطريق. لا نسمح لأي عامل من هذه الدول الآسيوية أن يعمل بطريقة شرعية، ونعلم كم هو عدد العمال غير الشرعيين في دولنا الأوروبية وظروفهم. مني ما لقاو كيفاش يدخلوها خرجوا بحجة جديدة: قطر ما كتحترمش حقوق الإنسان. وهنا كيقصدوا أصحاب الألوان. هاد أصحاب الألوان ما عرفتش منين خرجوا لينا. إلا لاحظتوا خصوصا الناس اللي كتعيش في أوروبا، فين ما مشيتي كتلقى الرايات ديالهم كلشي كيتضامن معاهم، حتى لاعبين كرة القدم ما خلاو حتى منبر إعلامي ما استغلوش. حتى الفيديوهات في اليوتيوب أو الرسوم المتحركة ولات تقريبا كلها ألوان.
كيستهدفوا الجيل اللي طالع باش يولف على الالوان، نهار يكبر ويفهم يجيه اللواط عادي، راجل مع راجل ومراه مع مراه والعياذ بالله. احضيوا وليداتكم فاش كيتفرجوا وفهموهم وعاودوا لهم على قصة نبي الله لوط والعذاب اللي نزلوا الله على قومه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نرجعوا لموضوع قطر والمونديال وعلاش هذا الحقد والحسد. كأس العالم كيتبعوا حوالي 3.5 مليار مشاهد في العالم، وكرة القدم هي الأكثر شعبية، وهذه هي الفرصة ديال أصحاب الألوان باش يزيدوا ينشروا الفاحشة ديالهم ويدخلوا لجميع بيوت العالم من خلال مونديال قطر. ولكن واش قطر غادا تسمح لهم؟ لا، قطر دولة مسلمة ومحافظة على الهوية ديالها، رفضات هاد اللوينات، وحتى في قانونها كيعاقب على اللواط. بطبيعة الحال غادا ترفض. احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. وهنا بدات عليها الحرب من دول الغربية، وطالبت بعض الدول مقاطعة المونديال وبأنه غادي يكون أكفس مونديال في التاريخ. دابا غير بيني وبينكم، واش غير على أصحاب الألوان دايرين هاد الضجة، أو لا الحسد والحقد والعنصرية اللي فيهم هي اللي كتهضرهم؟ الرحمن الرحيم. من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. كيفاش كأس العالم غادي يتنظم في دولة عربية مسلمة وما عندهاش علاقة بالكرة وقوانينها كتمنع الألوان؟ لحد هنا متفقين، العنصرية، الحقد والحسد. ملي هاد الضجة كلها، علاش قطر بقات مسرعة على تنظيم كأس العالم مع العلم أن الميزانية اللي صرفتها قطر وصلت ل 220 مليار دولار؟ وباش تعرف معنى هذا الرقم، جميع المونديالات اللي تنظموا من نهار بدا المونديال الى مونديال روسيا، قطر فاتت الميزانيه ديالهم مجموعين، وحتى الارباح اللي غادا تجنيها قطر لا تتعدى عشرات المليار دولار. علاش هي قطر هادشي كله؟ كيف ما الدول الغربيه كتستغل كره القدم في اغراض سياسيه، واصحاب الالوان باغيين يستغلوها حتى هما، حتى قطر كتستغل المونديال لاهداف اقتصاديه وعندها رؤيه مستقبليه. خلاصه الهضره، برافو لقطر على التحدي ديالها وحفاظها على الهويه العربيه الاسلاميه، والله يعاونهم على مونديالهم. ونتمنى الفريق الوطني المغربي حتى هو حظ موفق في هذا المونديال ان شاء الله، ونكونوا كلنا متابعين اوفياء، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.